اول شيء بنبارك نادي الحسين اللقب الثالث على التوالي. عندي رساله لمشجع فيصلاوي مضاها يظل يقول انتم مين انتم مين. بحب اقول لك احنا ابطال الدوري وهسه كنافه وعلى الطرب الجهه الثانيه زي ما بيقول هو ضرب هسه. الله يعطيك العافيه. دير بالك على فريقك لانه فريقك السنه الجاي احتمال ينافس على هبوط. الحصول على اول كاس دوري بالنسخه الجديده وضع فيه اربد صعب. بتفكروا حالكم زينا نطلع مرتين اخذناه من نص عمان اجيتوا عربد فيش دوري بربد. ابو الوحوش لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما بتحوش. ثلاثة العب. الحمد لله رب العالمين تعبنا ونلنا الحمد لله رب العالمين. هذا فضل اول شيء فضل اللعيب رب العالمين بعدين اللعيبه تعبوا ونالوا الحمد لله رب العالمين وهنا قاعدين نتوج وكثير حكوا انه رح ناخذ بنص اربد وهي شفنا مين اخذ. الحمد لله رب العالمين قادم افضل وان شاء الله الكاس كمان من باربد هون للحسين باذن. حبيبنا صهيب موفق هذا الفوز دق خشوم. نام يا حبيبي نام. الرحمن الرحيم. اول شيء هارد لك لفريق نادي الفيصلي والف مبروك لاهل الشمال كل واحد باسمه والف مبروك لنادينا الملكي اللي رفع راسنا وما كسر بخاطرنا والحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب يا رب الكاس كمان يكون هون بإربد ونتوج كلياتنا يا رب العالمين. الف مبروك للنادي الملكي الحبيب. وعدكم كاس الاردن لنادي الرمثه ان شاء الله وبعون الله. الشباب كلهم الحمد لله اليوم يعني مبسوطين بفوز نادي الحسين. احنا النادي الفيصلي نادي كبير وعريق ونادي الحسين اليوم فرحته مشروعه اللي حصل على الدوري كاس الدوري للمره الثالثه على التوالي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى كاس الأردن والبطولات القادمة وهذا كله بدخل مع المنتخب الوطني وإن شاء الله نادي الحسين بظل كبير وعالي وجمهوره من الموجودين. هي أنت شايفه قديش هو. الله يعطيك العافية وألف ألف مبروك. حبيبنا أبو الوحوش دائما موجود جنبنا. بنقول هارد لك لجماهير الفيصلي وألف مبروك لجمهور الحسين وكل الشكر للسيد وائل شقيرات والسيد عامر أبو عبيد واللاعبين على هاي الجهود والحمد لله هاترك واللي جاي لسه أعظم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. الدور الثالث كان مهم جدا إحرازه. ليش؟ قل لي ليش؟ قل لي ليش؟ لأنه من هون ل10 سنين بإذن الله بإربد ودق خشوم وخاوة. الأسبوع الجاي الكاس جاي لكم. ألف شكر للإدارة ولأبو عبيد ولوائل شقيرات. الرحمن الرحيم. مبروك للملكي وبيستاهل وجماهير إربد كلها هاي بتستاهل وشكرا لك يا أبو يوسف. ورسالة بس لا تشطبها رسالة لمؤيد أبو كشك اللي قال بدي اشرع الكاس من نص اربد. تفضل اشرعه. مبروك ما مات الزعيم القتل. مبروك لاهل الشمال. اربد راح تظل حسينيه في مجال الاحوال المدنيه يا اخوان والله قريبه. كل واحد بيعرف الاحوال المدنيه بتعرفوها كلكم صح ولا لا؟ يطلعوا الفيصلي شهاده بدل فاقد للتاريخ عادي. تاريخهم راح يطلعوا بدل فاقد شهاده بدل فاقد. مبارك لنادي الحسين وهاي المره هاتريك وان شاء الله السوبر هاتريك على الطريق وفي عندنا كاس كمان باذن الله. الكاس عندنا اليوم كل مبارياتنا مع الفيصلي عادي بيظل وصيف طول عمره بيظل وصيف. حاليا الكاس للحسين واذا الفيصلي بده الكاس لازم يروح على كرة السلة. الحسين من هون ورايح هم زعماء الوطن. لا تقول لي لا فيصلي ولا وحدان كله هبط كله هبط. الدوري حسيني من هون ل10 سنين ان شاء الله. الفيصلي يا اخوان بقى ياخذ الدوري على راسي كل احترام للوحوش. احلى اعلامي. الفيصل يبقى ياخذ الدوري ايام القرش المخزوق ايام جدي وجدتي مثل ما قالت جدتي تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي يعيش الملكي. يا اخوان الحمد لله رب العالمين احنا فزنا وبجداره وخاوه ودواوين. لكن موجه الرساله لكل واحد شكك بمدينه الحسن. ولك مين دقيقه شوي ولك مين انت تشكك بمدينه الحسن؟ استاذ الحسن الدولي. اربد مدينة الثقافة مدينة الأخلاق مدينة الأدب مدينة الرجولة. بتشكك فيها وبتقول مش آمنة. ولك مين أنت؟ بعدين يسألون أنا لا زعلان الزعيم مات. أول شيء أنا بدي أحيي أبو الوحوش. الشغلة الثانية يا حبيبي اللي بدي أقول لك إياه عندي رسالتين أو ثلاثة بسيطات وقصيرات. أول شيء القدر بركب على 3 وركبنا على 3 وعد بطولات. هاي 1 2 اربد صفرة ليوم الدين. هاي رسالة للغير مفيد. حبيبي ما حدا بيقدر يفوت على اربد ويكسر راسها. لما حكيت في 2000 وينهم ال2000؟ شوف الجمهور الاصفر كيف انه شفت وين الاصفر وين ال2000 اللي بتقول عنهم؟ لما ما زبطت معك صفقة اللاعب اللي جيت تستمسر عليه وبعدين الحكي هذا بعدين جيت تستمسر على اللاعب
وتاخذ كوميشن، قالوا لك احلق، قلبت بقيت كل يوم بربد. تمام. اربد صفر الدين، وانا بحييك يا اخوي ابو الحوش والله يعطيك العافيه. معاذ انا صورت معك اول الدوري وقلت لك راح ناخذ الدوري، وقلت لك الماضي كان لهم والحاضر كلياته لنا وراح ناخذه ودق خشوم. اول شيء انت يا معاذ اعلامي شريف بوجه واحد مش باربع وجوه. يا اخوان صلوا على النبي. عندنا 3 رسائل. اول رساله للصحفي اللي بيقول اربد مش امنه، اربد مدينه عز، واربد احفاد وصف التل، اربد الرجوله. ثاني رساله اللي بده يفوت اربد بده يعرف كيف يطلع منها. وثالث على اللوكيشن، لا ولا على اللوكيشن، طريق عمان طريق عمان متوه هسه. وبعدين بنتمنى من عامر ابو عبيد يعمل لنا استاد بسع 50,000. الجاي زمن الحسين وزمن الخاوه ولا. معاذ يعطيك العافيه وشكرا لك على تواجدك دائما. نشكر تواجدك دائما، واربد بترحب بالجميع. احنا الحمد لله اليوم اخذنا الدوري وهارد لك للفيصلي، وان شاء الله القادم افضل. الحسين دائما بثبت نفسه في كل المراحل، والحمد لله انه كان قدها، وشكرا لك. اول اشي مين اللي نام من العصر اليوم؟ مين؟ هاي اول اشي. ثاني اشي الحسين هو افضل فريق في الاردن، ويزيد ابو ليلى افضل حارس في الاردن، ودق خصوم الدوري من الشمال وخوى. جبناه من الزرقاء وجبناه من عمان، واجانا من عمان قزدره، اجى لعنا واخذناه وبراحتنا ودق خصوم. وبنشكرك اول شيء، بنشكرك كثير، وبنشكر الجماهير العريقه هاي اللي اجت من كل مكان عشان تشجع النادي الملكي. وهاي المره الحمد لله رب العالمين الثالثه على التوالي، والله اعلم المره الرابعه من وين ناخذه. ومدام عامر ابو عبيد موجود ان شاء الله باذن الله. وما بنقول غير شغله واحده، الدوري شمل، الدوري طار، وهي الكلمه ما طلعوها غير ناس كبار. مطعم فلافل فتح جديد عند اربد عمان اسمه طعميه، جهزوا حي. اول اشي بدي اشكرك لانك انت قمه الاخلاق، والحمد لله فوز، والكاس اخذناه بالاخلاق وبالعلم، وكل اشي اخذناه والحمد لله. وان شاء الله الكاس الجاي كمان مره بناخذه، وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. بنبارك للجماهير كلها، بنبارك لعمرو ابو عبيد، بنبارك لوالد شقيرات ابو صالح، بنبارك لكل مواطن، كل طفل، كل امراه، كل شاب، كل شيء ختيار لمحافظه اربد بالبطوله. اول شيء كلمتين بدي احكيهن يا اخوان، كلمتين. اول شيء لكل لاعب بالمملكه الاردنيه شيء بيتمنى انه له الشرف انه يلعب مع الحسين اربد. ابو كشك وينه عمي؟ فوز اربد من زي طلعته حبيبي. ثاني شيء جماعتنا اولاد عمنا غصب عنكم قرايبنا. يعطيك العافيه معاذ، ما شاء الله عليك، انت من الشباب المتميزين للامانه. هذا يعني شهاده حق احنا بنحكيها بحقك يعني. مبارك للامه الحسينيه، مبارك البطوله، حكاها ابو عبيد سابقا، ثوب البطل انفصل تفصيل. انا بدي اقول بس لجمهور الفيصلي اللي عمل بس بلبلي على جمهور الفيصلي، هذا يا حجي بس واحد، هاي 3 صار عليكم. شكرا بس. يعطيك العافيه والف مبروك لنادينا ولهالجماهير العريقه هاي الشريفه واللي ما غلطت. سيدي ان شاء الله انا محتار وين الدوري الجاي بدنا ناخذه باي ملعب، عرفت علي؟ ومبروك لعامر ابو عبيد، ومبروك للجماهير الفيصلاويه اللي كانت قاعده بيناتنا. انا طلعت 10 والدرك طلعهم، واللي عطشان يشرب ميه الارجيله. بس الشيخ عامر ابو عبيد قال الثوب مفصل لل 2035، فلا حدا يتعب باله ويريحوا نومه، والكاس بالشمال. ابو الوحوش الله يعطيك العافيه وجزاك الخير، تعبت معنا بالدوري يا اخوان. انا قلت مقولي قبل 3 سنوات، وقلنا الدوري في اربد 10 سنوات، كانوا يضحكوا علينا يا اخوان لما قلناها. ما قلناهاش عن عبث، قلناها عن شغل، عن اداره، عن تنظيم. نشكر الرئيس عامر ابو عبيد ونشكر الجماهير العظيمه، وان شاء الله الكاس في اربد والقطبين الله يعطيكم العافيه، ومنافسه شريفه. والدوري ان شاء الله راح يظل 10 سنين عند ما قلناها قبل 3 سنوات، الدوري في اربد 10 سنوات ان شاء الله. كل الشكر للاعيبه الحسين، الله يعطيكم الف عافيه. رئيسنا عامر ابو عبيد واخوه وائل شقيرات، الله يعطيكم الف عافيه. بس يا اخوان الزعامه بتعرف اصحابها، مش حكي. افعل بنعرف انك زعيم، هذا احنا فعلنا واحنا الزعماء. الشغله مش بالحكي وبس. بقول لك شيء واحد، اخذنا خاوه غصب عن الفيصلي، واذا مش عارف تطلع من اربد هاي اللوكيشن. اخذناه خاوه واربد صفرة، وراح تظل دائما صفرة. وحط لي فلافل زياده وشطه.
اربد صفرة لما قالوا منتخب الحسين بدها زلم تيجي تاخذه من اربد صفرة راح ظل طول عمر صفرة وخاوة داوين طقعنا الزعيم. اول شيء مبروك لها الجماهير، الله يعطيهم العافيه، ما قصرت جماهير الحسين. بس بنحب نوصل رساله للصحفي اللي قال انه استاد الحسن مش امن. اليوم كل رجال اربد كانت رجال امن عام وكلها حافظت على النظام. بنقول مبروك لابو عبيد، مبروك لابو صالح والي شقيرات، ما قصرتوا، الله يفرحكم مثل ما فرحتوا الجماهير. الف الف مبروك. خلينا نريح ونرتاح. معاذ وحوش اربد مبسوطة وستبقى مبسوطة، الله يبارك فيك، برجالها بأبنائها بختياريتها، الحمد لله رب العالمين. وعدونا فأوفوا بوعودهم. نشكر الإدارة، نشكر لاعبين قاتلوا للأمانة، ألف شكر لهم ما قصروا. هارد لك لجميع الأندية، ولكن اللي بده يطلع على الشاشات ويحكي عن نادي الحسين وغيره، أنت مش قد نادي الحسين لحتى تحكي عنه، وأنت بتشحن اللعيبة. لو بدنا نكسرهم دير بالك على فريقك، لأنه فريقك السنة الجاي احتمال ينافس على هبوط، وأنت عرفت الحدق يفهم. أستاذ معاذ الله يعطيك العافية، بنرحب فيك في محافظة اربد. أنت معاذ من أهالي سكان اربد، أنت بنعتبرك من جماهير نادي الحسين لأنك عزيز على كل الجماهير هاي الموجودة. نبارك للملكي الحصول على أول كأس دوري بالنسخة الجديدة. وضع في اربد غصب عن الخاينين كلهم اللي كانوا يتمنوا الخسارة للحسين وكانوا يقولوا الدوري من نص اربد. انا بقول لك الدوري ثابت باربد، ولا تحلم لا السنة ولا الجاية ولا من هو الا 10 سنوات، راح يبقى الكاس في اربد، شاء من شاء وابى من ابى، والحدق يفهم. اسألني دقيقة اسألني شو قاعد بتاكل؟ اسألني شو بتاكل؟ اسألني. في الحمام. لا فيصلية هاي. اكل يا خالي. هاي فيصلية، اكلوا فيصلية. معاذ إلهي صعب. بتفكروا حالكم زينا نطلع مرتين اخذناه من نص عمان، اجيتوا عربد، فيش دوري بربد، في سندويش فلافل محمضة. يلا عمو يلا. الله يعطيكم العافية. أكيد جمهور نادي الحسين والله ما قصر، بس أنا عندي رسالة بدي أوصلها صراحة. المفروض لما نيجي نحضر مباراة ما ينسبش على أمهاتنا، ما ينسبش على أخواتنا. يا ريت هذا الصوت يصل لكل جماهير الكرة الأردنية أكيد، لأنه إحنا عدم مؤاخذة بنمثل ثقافة أردنية، ثقافة شعبية، ثقافة من آبائنا وأجدادنا. فيا ريت هاي الأمور يعني يحطوا عليها